هنا المكان ده حلو يا احمد عشان نعرف نتكلم فيه مع بعض. جرى يا ابو تامر، هو انت جايبنا على الترعه وتقول لي نعرف نتكلم فيه مع بعض؟ هنا ده احنا على الترعه يا راجل. على الترعه يا عم احمد، جو جميل والبط والوز حوالينا، اما عاوزنا نقعد فين؟ في جاردن سيتي. يا عم ابو تامر، انا مش فاهم الافيهات اللي انت بتقعد تسمعها لي في التلفزيون دي تيجي تقولها لي. يا ده اطور نفسي بحدث نفسي، طالما ما كملتش تعليمي اكمل تعليمي من التلفزيون. اما انت تفكر التلفزيون ده جايبينه ليه؟ جايبينه عشان نتفرج على المسلسلات والحاجات الحلوه، مش نتعلم منه. عمي بقى كفايانا حديد من الكلام ده بتاع التلفزيونات وسنين التلفزيونات. قول لي نوال قالت لك ايه وفتحت لك الموضوع ازاي؟ مفيش، كنت قاعد بدردش معاها عادي بنتكلم، لقيتها بتفتح لي الموضوع بتقول لي ابو تامر اتقدم لي كذا مره ويبعت ناس مراسيل عشان اوافق على موضوع الجواز، ولغايه دلوقتي لسه ما ردتش عليه. ايوه يا احمد حصل، ده انا ما خليتش طوب الارض لما بعتهولها للبيت عشان توافق على الجوازه، بس هي برضو مش طالعه من دماغي والله يا احمد، وهموت واتجوزها وانت هتبقى اخر مرسال ان شاء الله. ان شاء الله يا ابو تامر، جوازتك هتبقى على ايدي الجوازه التانيه ان شاء الله، بس يا ريت ام تامر ما تزعلش مني. خلاص يا فالح، ويا ام تامر هتعرف منين؟ واه واه واه، اما انت ايه هتتجوزها ازاي يعني؟ ما اكيد البلد كلها تعرف. ده كان الاول يا خفيف، لكن طول ما انت معايا هتخطط لي الخطه الجديده، خطه الجواز العرفي. ازاي يعني يا ابو تامر؟ وانا اخش في موضوع زي ده ازاي يعني؟ الوليه ممكن توافق على الحلال لكن مش هتوافق على الجواز العرفي. هتوافق يا خفيف طول ما انت معايا، زي ما هظبط لك موضوع قريبي هتظبط لي الموضوع ده وتدخله في دماغك. فهماني يا احمد؟ دندي دندي، مصلحه قصاد مصلحه. اه يعني انت هتمشي الموضوع كده؟ ماشي يا ابو تامر، بس انت تخلص لي موضوع قريبك، عشان انت عارف اللي انا مزنوق جدا في الحوار ده، عاوز اخلص يا راجل ويبقى ليا بيت لوحده ودار. معناها الاتنين يا ابو حميد، اكتب عقد الجواز انت تكتب عقد الارض مع قريبي، ايه رايك؟ ايه يا ابو تامر؟ انا اللي بقول لك مستعجل مش انت اللي مستعجل. وانت مستعجل خالص على الجواز ليه يا راجل؟ محسسني ان انت لسه شاب ما اتجوزتش خالص، ده انت حتى عندك 3 عيال واكبر عيل فيهم اسمه تامر. ما تزعلنيش منك بقى وتفكرني بقى، ما خلاص يا راجل، ما قلنا خلاص ظبط الدنيا مع بعضينا، مصلحه قصاد مصلحه، ولا انت عاوز نرجع في الكلام وكأنه ما كلمناش تاني في الموضوع ده؟ حاضر يا ابو تامر، اللي انت تؤمر بيه يا ابو تامر. ماشي، انا هروح لها دلوقتي وهظبط لك الدنيا والمح لها برضه في الموضوع ده. ماشي يا صاحبي، وانا هظبط لك موضوع قريبي. ماشي، عشان دندة قصاد دندة، خلصانه مصلحه قصاد مصلحه. حاضر يا ابو تامر، انت تؤمر يا ابو تامر، انت تؤمر واحنا ننفذ. احنا عندنا كام ابو تامر في البلد؟ الا ابو تامر واحد بس. حبيبي ابو حميد، وما تقلقش موضوع قريبي اعتبر خلص، حطه في جيبك. ماشي يا ابو تامر، انت عاوز حاجه؟ حبيبي ابو حميد، ما تاخرش عليا في الرد. مش هاخر عليك خالص، ده انا اللي احطك في جيبي. اه يا ابن الفلحه، ما هسيبك والله. عيل عبيط واهبل، هجيبه على حجري وهجيب اخوه وام اخوه على حجري برضه، وهخلص موضوع الارض والبيت ويبقى الجوازه، يبقى ضربت 3 عصافير بحجر واحد. اه يا نوال والله ما هحلك، تبقى مراتي وهبقى اسعد واحد في الدنيا. السلام عليكم. عليكم السلام يا احمد. وعليكم السلام يا احمد، عملت ايه؟ عملت كل خير، بس طلع راجل وسخ قوي. هقول لكم دلوقتي وهحكي لكم على كل اللي قاله لي. غير ما تقول، ما انا عارفاه راجل وسخ ومش كويس. قول لي قال ايه؟ مفيش يا نوال، ده راجل عاوز يتجوزك عرفي، راجل مش كويس عشان محدش يعرف. شفت الراجل وقلة أدبه وقلة احترامه؟ انا عارفه يا احمد اللي هو راجل مش كويس، بس عادي هنثبت فيه لغايه ما نعرف ايه الحكايه بالظبط، وبيخططوا على ايه، وعايزين ياخدوا الارض من اخوك والبيت ليه، اكيد فيها ان. لا من دي ما أنا عارف أكيد فيها إن، ولازم نعرف إيه الإن بتاعتهم. احنا لازم نمشي الخطه زي ما احنا ماشيين ومحدش يغلط. خلاص ثبتوا، واقعد دري فيه في الكلام وقول له موافقه حتى يوجيبه برضه البيت، ونقعد نجر فيه في الكلام ونعرف منه ايه الحقيقه وايه الموضوع بالظبط. حاضر يا نوال، اللي أنت هتقولي لي عليه أنا هعمله كله وهنفذه، بس أهم حاجة نعرف إيه الموضوع بالظبط. وبعدين أنا جات لي خطة تانية كمان. خطة ايه يا احمد؟ قول لي. أنا هراقب أبو تامر وأشوف تحركاته فين. بعد ما ترابه هتستفاد ايه؟ استفاد اللي أنا عاوز أعرف مين اللي معاه من البلد تاني. حلو الموضوع ده يا احمد عشان نعرف عدونا التاني اللي معاه. ماشي، تمام الفكرة دي، بس ربنا يسترها وما ياخدش باله منك. لا ما تلاقيش من دي يا نورة، وأنا عبيط؟ لا طبعا. ابويا. نعم يا علي، في إيه يا علي؟ مفيش يا ابويا، ست بره وبتسأل عليك. ستك مين؟ ست يا ابويا، هيكون ست مين؟ اعرف سته مين الا سته الحاجة، اكيد هي. ايوه يا ابويا، اللي انتوا ضربتوها امبارح. الولية دي جاية تاني ليه؟ هتكلم هطلع اضربها. بس يا نورة اما نعرف ايه الحكاية بالظبط وايه اللي جابها. اديني رسيتك يا احمد. اصبر يا نورة اما نعرف ايه حكايتها وجاية ليه، مش لازم نعرف الموضوع الاول، ما نستعجلش في اي حاجة. ايوه يا نورة، نفسي ما تستعجليش في اي حاجة وتتعلم من صاحبتك نوال وتشوفي دماغها كبيرة ازاي واعية وكيف بتخطط. مش لازم نشتري الاول، نسمع هي جاية لايه، ممكن تكون عرفت حاجة وجاية تضمنا ليها. فرحتي هتشوف دلوقتي، هتفرج علينا الشارع زي امبارح. ستي ما تستعجليش، دلوقتي هطلع واعرف ايه الحكاية.
اطلع يلا يا أحمد واشتري منها الكلام للآخر وما تتسرعش. اعرف منها وما تتسرعش في أي حاجة ولا تزعق معاها. اشتري منها، شوف حديدة بيتكلم على إيه، عشان كل ده هينفعنا برضه. ويا كترت في الكلام ومش جاية في حاجة مفيدة، كبر دماغك عشان خاطري، عشان الخطة بتاعتنا تمشي بالظبط. حاضر يا نوال اللي انت تقول عليه ماشي. يلا يا مصطفى وريني واقفة فين. واقفة قدام الباب يا ابوي. انت يا نوال تفكر الولاية دي جاية في حاجة مفيدة؟ اتفرج بقى على الفضائح اللي هتحصل بره. انا عارفة الولاية دي طول ما قاعدة النار بتاكلها من ساعة اللي حصل لهم، من ساعة ما ضربناها هي وابنها. واتفرجي وهتقولي اللي انا قلتها، هتقولي نورة قالت فعلا الكلام ده. اتفرج الفضايح، هي جاية دلوقتي تشاكل فينا او تعمل معانا مشكلة. حتى وهي جاية في مشاكل يا نورة نستحملها ونكبر دماغنا ونعدي ونعمل نفسنا عبط لغاية ما نخلص خطتنا. لازم نمشي في خطتنا بالظبط، لكن احنا عملنا معاها مشاكل دلوقتي مش هتبقى بفايدة لينا ولا تنفعنا في خطتنا. خلي دماغك كبيرة يا نورة. حاضر يا نوال، اللي انت تقولي عليه هنفذه. جدعة انت كده اخت حبيبتي. وانت كمان اخت حبيبتي، وانت عارفة معزتك عندي قد ايه. السلام عليكم يا امي، عاملة ايه؟ رساد وما تقولش امي ياض، ما اسمعهاش من لسانك. فاهم ولا مش فاهم؟ اللي انت شايفاه يا امي. تاني قلتلك ما اسمعهاش من لسانك. انا جاي اقول لك كلمتين بس وتحطهم حلقة في ودنك. انا مش هسيبك يا احمد، ولا انت ولا مرتك ولا عيالك، هدمركم. طب ليه كده يا امي؟ حرام عليكي، ده انت حتى انت اللي ربيتيني فتعتبري في مقام امي. من زمان الكلام ده يا حبيبي، قبل ما تضربوني وتضرب ابني. وبعدين انا عاوز اقول لك على حاجة، والله ما هسيب لك نورة ولا الست نوال بتاعتك، ومش هسيبكم وهطفشكم من البلد. يا ام عيب الكلام ده قدام الطفل. الواد علي سمع الكلام فده عيب منك. خليت فيها عيب يا اخويا؟ تضرب اخوك والنسوان تضربني وتقول لي عيب؟ حقهم برضه يا امي، ما انت جاي تتهجم عليهم. اخرس ياد، ما تقولش امي. ما اسمعش الكلمة دي على لسانك. فاهم ولا مش فاهم؟ طب يا حاج عيب يا حاج الكلام ده قدام الواد الصغير، عيب. ده برضه شافني في يوم من الايام بقول لك يا امي. اعمل له ايه الواد الصغير؟ ما يتفلق في الارض. اعمل له ايه؟ عيب يا حاج عيب الكلام ده. وبعدين انا بحبكم ومش عاوز برضه اشيل منكم، ومهما عملتوا فيا انا بستحمل عشان انا برضه تعتبر انت اللي مربياني، ومحمد ده اخويا من ابويا. محمد مش اخو حد ياض. وبعدين محمد هيبقى احسن منك. بكره وبعد هيبقى عنده قهوة واتنين وتلاتة، وانت هتفضل مرمي في الشارع كده. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم. ودي حاجة تزيدني شرف اللي يكون احسن مني وتخليني اتباهى بيه في وسط الناس. ده حاجة ما تعبنيش. ثبتني ياض بكلمتين يا ثبتني. اما انت هتتباهى بيه، ضربته ليه وتلمته عليه؟ والله يا حاج انت فاهماني غلط. انا نيتي كلها خير لاخويا، بس انت فاهماني غلط. انت ما دخلتيش جوه نيتي وعرفت نيتي ايه لاخويا. والله نيتي لاخويا كل خير. المفروض ان انا اصدقك وكلمتين يخشوا في دماغي. مفيش منه الكلام ده يا اخويا. انا اكتر واحده عارفه ان انت بتكره اخوك قد ايه. خلاص يا حاجة اللي انت شايفاه، طالما انت شايفه كده انا مش هقدر اتكلم معاكي. انت دلوقتي جايه وعاوزه ايه بالظبط؟ اقول لك كلمتين وتحطهم في مخك كويس. انت ونوره واولادك ونوال مش هسيبكم في حالكم، هدمركم. زي ما اتلميتوا على ابني وضربتوه، انا مش هسيبكم في حالكم. هدمركم خالص وهمشيكم من البلد خالص. تسيبيها على الله. نعم بالله يا اخويا. ايه مش عاجبك الكلام؟ المفروض اما تقولي لي كده انا هقول لك ايه يعني؟ طب انا بقول لك يا حاجه من اجل العيش والملح، مش هقول لك بقى من اجل ما انت ربيتيني. خدي بعضك وامشي، عشان يا نوره طلعت ولا نوال طلعت ولقيكي بيتكلميني الحديد اللي هو مش زين ده، والله ما اعرف احوشهم من عليكي. لا يا اخوانا، المره اللي فاتت سبتهم بمزاجي، لكن المره دي لو حصلت هموتهم لكم هما الاتنين. والله يا حاجه انت مسند نفسك بالعافيه. يلا شوف انت رايحه فين. ماشي يا احمد، بس خليك فاكر مش هسيبك وهدمرك، انت ونوال ونوره وعيالك كمان. انت عشان ست مش كويسه بتقول الكلام ده قدام الواد الصغير. يلا غور في داهيه. غير اما تشيلك عامل لي فيها ناصح، عاوز يضحك عليها بكلمتين. يلا يا عبيط. يا اخت هنشوف مين فينا اللي عبيط بكره. ربنا يستر عليكم. ابويا ابويا، هي ست بتتكلم كده ليه؟ لا تتكلم باسلوب وحش اكتر من الاول. كبر دماغك علي، ستك كبرت ودماغها فوتت. عادي يعني. بقول لك روح العب مع اخوك وما تركزش لاي كلام تاني، وطول ما انا واقف بتكلم مع حد ما تقفش جنبي. والله يا ابويا انا وقفت عادي، انا قلت ده ست مش غريبه يعني. لا يا حبيبي، اي حد اتنين كبار بيتكلموا مع بعض تسيبهم وتمشي، ما تقفش تسمع لكلامهم. فاهم يا علي ولا مش فاهم؟ فاهم يا ابوي، بس دي ست مش غريبه يعني. انا قلت لك وخلاص يا علي. اي اتنين كبار بيتكلموا مع بعض ما تقفش. حاضر يا ابوي. اي حديد حصل دلوقتي ما تقولش لامك عليه ولا عمتك نوال. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم يا ابوي حاضر. ايوه جدع، خليك جدع كده. بس هما يوصلون اقول له مين؟ قول له ما كنتش واقف، ما كنتش سامع حاجه. قول لهم اي حاجه يا علي. حاضر يا ابوي، اللي انت تقول عليه يا ابوي. انا اروح العب مع مصطفى. ماشي يا ابوي. ماشي يا علي، روح العب مع اخوك وما تزعلوش بعض.
انتوا اخوات بعض وحبوا بعض، ما تعملوش زي ما انا بعمل انا ومحمد. فاهم يا علي؟ خافوا على قلب بعض وخليكم جدعان، واي حد يجي عليكم تيجوا عليه. فاهم يا علي؟ انتوا ومصطفى خليكم ايد واحدة ورجالة، فاهمين؟ حاضر يا ابوي، حاضر اللي انت تقول عليه. يلا روح العب معاه. حاضر يا ابوي. بعدين يا رب الولاية كل يوم اسلوبها يزيد ويبقى وحش، وبعدين هي مش فاهمة حاجة ولا ابنها الفالح ده فاهم حاجة، وابو تامر هيضحك عليهم. انا مش عارف هم عبط لمين. العبط لمين ايه؟ ما انا ابو تامر كان هيضحك عليا برضه. ماشي يا ابو تامر، وربنا ما هسيبك. السلام عليكم يا ابو تامر. وعليكم السلام يا محمد. ايه يا محمد، عملت إيه مع امك؟ وافت ولا ما وفتش؟ ايه يا راجل اخرت عليا في الرد؟ راجل ما تاخدنيش في دوكا ورغي كتير. امي وافقت وفي انتظارك النهارده، وجهز العقود عشان نكتب العقد النهارده. ايه رايك في الحديد ده؟ لا يا محمد، حديد زين، كلام زي السكر. انت كده عيل سكر ورجوله، ونفذت بالوعد فعلا. ابوك ساب راجل. ابو تامر يعني ابوها ساب عيل ولا ايه؟ عيب عليك الكلام اللي انت بتقوله ده. ما هو طبعا سايب راجل. انا مش عاجبك ولا ايه؟ عم انت راجل وزيد الرجاله كمان، عيب عليك. انت ارجل مني، ايه رايك كمان؟ الراجل ده بيقول على نفسه كده ليه؟ هو الراجل ده عبيط ولا ايه؟ انا بستغرب له والله، شكله مش تمام. ايه يا محمد، بتودد نفسك في ايه؟ مفيش يا ابو تامر، بطمن عليك. يا اخويا اطمن، ما تقلقش، انا زين الزين. اهم حاجه تطمن على نفسك انت يا اخويا. من جاك كده انا مطمن، ما تقلقش يا اخويا. عاوزك في خبر برضه حلو ليا. خبر ايه يا ابو تامر؟ قول وسمعنا اخبارك، يا رب يكون خبر حلو. بقول لك خبر ليا مش ليك ياض، خبر زين ليا. انت بتاخد الكلام عليك على طول. عمي ليك عليا، قول بس ايه الموضوع. انا مش هتجوز جوازه جديده ياض، مش هتفرح لي من قلبك؟ اتجوز ازاي يا ابو تامر؟ اما انت اساسا بتخاف من مراتك. يا باي، انت كلامك دبش كده ياض على طول ولا ايه؟ بخاف من مراتي ايه ياض؟ ما كده كده جوازه بيني وبينك هتبقى في السر، هتبقى في جوازه عرفي. مين دي اللي هتوافق بالجواز العرفي يا اخويا؟ قول لي مين في البلد هتوافق بالجواز العرفي؟ محدش بيقبل الكلام ده هنا يا اخويا. قبلت وموافقه يا اخويا، ومستعده وجاهزه. يبقى انت لازم تقول لي مين. هتخبي عليا يعني يا ابو تامر؟ اقول لك يا عبيط وانا اخبي عليك انت بالذات عشان تعرف اللي انت ابني؟ هقول لك طبعا. البت نوال جارتكم اللي في الشارع اللي وراكم. نوال ام عينين دبلي؟ ايوه، نوال ام عينين دبلي، بموت فيها من زمان. وافقت، قالت لي يا ابو تامر انا بموت فيك يا ابو تامر، وموافقه على اي جواز اهم اكون حاجه معاك يا ابو تامر. هي قالت لك كده يا ابو تامر ولا بتضحك عليا؟ حياتك قالت لي كده، قالت لي طول ما انا معاك انسى الدنيا وما فيها. الغرام يا دي الغرام. يا خوف عليك يا ابو تامر، يا تديك واحد شقلوت في وشك تدمرك، تكون بتضحك عليك ولا حاجه. ده انا اضحك على بالك كامله ياد، وبكره تعرف ياد، وبكره افتكر الكلمه دي. الا ابو تامر يضحك على اي حد. خليك فاكر الكلمه دي يا عم الناس، يا عم الفتك. يا عم مبروك. انت مبروك عليك نوال، ومبروك عليك ايجار الارض، وانا مبروك عليا قهوة عماد سوسته، وابقى المعلم راح المعلم جه. شفت بقى اللي انا برضو لازم تقول لي مبروك. مبروك عليك يا عم محمد، مبروك عليك. الله يبارك فيك يا ابو تامر. بكره تعمل سلسله مطاعم وكافيهات، محمد ستار، والناس تتكلم عليك. لا مش محمد ستار، محمد الجنتل، يعني ابو الجناتل كلها. ايه مش عاجبك الجنات اللي انا فيها ولا ايه؟ ده انا جنتل مان يا معلم، يلي بتقول له انت معلم. انا عم الجنتل، بكره وبعد نقول محمد الجنتل راح، محمد الجنتل جه، ونقعد ونتفرج عليك وعلى اللطقمه اللي هتلبسها كل يوم. ما تنساش بقى حبيبك ابو تامر. ما خلينا في الموضوع اللي انت بتقول عليه. البت نوال دي وافقت بالموضوع ده ازاي؟ ده كده الموضوع فيه لان ولا حاجه، الحب ياد بيعمل اكتر من كده. الموضوع مش داخل دماغي. وبعدين نوال تعمل كده ما صدقش. ايه ياد، انا قليل ياد ولا معفن ياد؟ بكره تشوف يا صاحبي وتعرف ان القلوب كانت عند بعضيها. عم انت مش قليل، انت تقيل، بس برضه الموضوع مش داخل دماغي. بس على فكرة انا كمان هتجوز، بس هقول لك على حاجة. البت نوال دي الموضوع مش داخل دماغي. البت دي مش معقولة هتوافق بالموضوع ده. خليك فاكر الكلام اللي انا بقوله لك يا ابو تامر. انا هيكون الموضوع عن ايه يعني يا عم الفتك؟ معرفش، بس نوال دي مش زي ما انت متخيل. نوال دي عايشة الدور، مش هتخلي اي حد يمسك عليها حاجة زي دي. فاهم يا ابو تامر؟ بس يا ابو زلاكس، انت شوف انت رايح فين. يا عم انا هشوف انا رايح فين. ما تنساش الميعاد بتاعنا النهاردة الساعة 9 بعد الفطار، في انتظارك. لا يا اخويا، اما اصلي صلاه التراويح هجيلك. انت اللي تستناني مش انت اللي تديني الميعاد. عم اللي انت شايفه، انا هبلغ امي برضه. ما تخافش، كده كده نعمل معاك الواجب. او كده كده تعملوا معايا الواجب زي ما انا هعمل معاكم الواجب. في انتظارك يا ابو تامر. انا هتجوز نوال آل عرفي، والله الموضوع ما داخل دماغي. ايه الواد الفالح ده يكون عنده حق؟ يكون البت دي بتخطط لي على حاجه، هي والواد اللي اسمه احمد يكونوا عرفوا حاجه؟ ماشي، ربنا يسترها وهيبين كل حاجه. بس اقول لك على حاجه، مش حاسك يا انت عيل بطريق ما تعرفش حاجه في الدنيا. يا خوفي برضه يكون البطريق ده عنده حق، ساعتها هتسوح وهتبقى فضيحه. هتسوح مع مراتي وعيالي،
يكونوا بيعملوا عليا خطة، واخسر كمان الموضوع اللي انا ماشي فيه، واخسر الارض. تبقى ليلة سودة عليك يا ابو تامر، تبقى جات الحزينة تفرح ما لقيتلهاش مطرح. بكرة مش بعيد، بكرة نسمع الزيتة واحنا قاعدين جنب الحيطة. ماشي،